الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوسع من أعطى وأرأف من ملك. قلوبنا له مفضية وسرنا عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع. الخلق خلقه والعبد عبده والأمر أمره، وهو الله البر الرؤوف الرحيم. حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار. نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يكفره. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وأحب أن أسأل سؤال أو سؤالين قبل أن ندخل في هذا الموضوع المهم والخطير جدا. إذا قامت الساعة فكيف سيستطيع الإنسان أن يغرس فسيلة أو حتى أن يعني يتكلم بكلمة؟ خلاص قامت الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الآن سيذهب ويحفر للفسيلة ويأخذها ويضعها ويدفنها. الساعة قامت، كيف نصور هذا؟ يعني هي يعني تقول كأنه مبالغة في أنه لا تتوقف عن العمل مهما كانت الظروف. جميل جدا. أنت تبذل العمل والثمرة ليست عليك، ولا يشترط أن تجنيها أنت بنفسك، قد يجنيها من بعدك، بس هذه قامت القيامة. أنت تجر على العمل ولا تجر على الثمرة. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال ليس بعبادة محضة، يدخل العبادة المحضة من باب أولى. من باب أولى أنك يعني إذا كنت ستغرس الغرس فمن باب أولى أنك لو استطعت أن تصلي ركعتين فصلي ركعتين. جميل. أو نقول إن هذا للتقريب. إذا قامت الساعة يعني إذا اقتربت الساعة، إذا رأيت أماراتها، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلام العرب. تستحضرون أظن بعض الأمثلة على على العبارة التي تدل في ظاهرها على الوقوع وفي حقيقتها على قرب الوقوع. أتى أمر الله يعني قرب وقوعه. اقتربت الساعة، اقتربت، هذا بين اقتراب، لكن وقوع. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. قد بلغت أجلها، وكيف تستطيع أن تمسكها؟ انتهى الموضوع، اقترب بلوغ أجلها. نعم. حتى المؤذن حين يقول قد قامت الصلاة لم تقم بعد، ستقوم بعد قليل. إذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مقصود إذا أردت أن تقرأ القرآن. فإذا قامت الساعة يعني إذا اقتربت رأيت أماراتها، فأماراتها لا تمنعك من فعل الخير المطلوب. وهذا قد يشرحه قول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لداود بن أبي داود في الأدب المفرد، قال له: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها. هذا عبد الله بن سلام يقول له، فكأنه يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، يعني سترى الأمارات هذه لا تمنعك. بس عبد الله بن سلام زاد معنى لطيف جدا في هذا الأثر. قال: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، يعني اصلحها من غير استعجال ولا تهتم بالموضوع كثيرا. انشغل بوديتك عن هذا الخط، مع أن هذا الخط هو أعظم خط ما بين آدم وقيام الساعة. ما في فتنة منذ آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة مثل الدجال. وأنت على ودية هي الفسيلة، أي الفسيلة اللي هي النخلة الصغيرة. نعم. أيوة، تريد أن فلا تعجل أن تصلحها، يعني مش فقط يعني حطها وهرب، لا، أن تصلحها من غير عجلة، يعني رتب أمورك بهدوء من أجل أن تصلحها، لأنه إذا حصل فائدة تحصل فائدة من شيء قد أصلح فعلا، ما يكون
صنع صناعة غير مرتبة. إيش يقول سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: فإن للناس بعد ذلك عيشا. حتى بعد الدجال يقول الناس لهم عيش بعد ذلك، مع أنك الآن أنت الآن سمعت بالدجال، فأنت تعيش في هذا الزمن الذي في احتمال هلاكك فيه كبير جدا، لكن الناس لهم عيش بعد ذلك. إذا عاشوا ووديتك هذه كبرت سيستفيدوا منها. أن توكل على الله، افعل المعروف وروح، مش عليك. وأنت تجد ثمرة ذلك الأجر عند الله عز وجل. لا يشترط أن تجد ثمرته أكلا تأكله أو ثناء من الناس عليك، أو أن ترى يعني ثمرة جهدك الكبير في الناس. لا يشترط، قد يحصل لكن لا يشترط. كما قيل: ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه. في الأخير هي فائدته لك ويستفيد الناس منك. الحديث هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفز قوي جدا للعمل، خاصة العمل من أجل الله، سواء في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في التجارة أو في الصناعة أو في غيرها. محفز إلى آخر درجة، كأنه يقول: لا يوجد عذر، الساعة الآن ستقوم الساعة، ومع ذلك اعمل. لا يوجد لك أي عذر أن تترك العمل لأي سبب من الأسباب. ويحثك على أن تحافظ على وقتك أشد المحافظة. ما في شيء اسمه وقت ضايع، ما في وقت ضايع. الوقت الضايع هو الذي ذهب عليك، لكن الوقت الذي أنت لا تزال تتنفس فيه ليس ضائعا. تستطيع أن تفعل فيه شيئا، تستطيع أن تسبح، أن تذكر الله، أن تقرأ، أن تكتب، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تصلح شيئا، أن تنحي أذى من الطريق، أن تعظ وتنصح، أن تفعل أي معروف. لكن الوقت الضائع هو النفس الذي يخرج منك لم يخرج فيه شيء. تأتي يوم القيامة وهذا النفس كان فاضي، لأن الإنسان يوم القيامة بين يدي الله عز وجل من الأهوال العظيمة التي ستحصل للناس هو الميزان، ويوضع الميزان بكفتيه أمام البشرية، وتأتي توضع ميزان حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة. في ذلك الوقت أنت ترى الميزان يتأرجح، مرة توضع فيه حسنات، مرة توضع فيه سيئات. يصيبك من الرعب والخوف، لولا أنه ما في موت، وإلا يهلك الإنسان من الخوف، لأنه يعلم أنه لو رجحت كفة السيئات سيدخل النار. فهو في هذا الموطن يتمنى لو كان في الدنيا لم يفعل شيئا إلا الحسنات. سيكون أمامه في مقابل الحسنات شيئان مزعجان. الشيء الأول السيئات التي توضع في الكفة، والشيء الثاني المباحات التي لم يحتسب فيها الأجر. المباحات يعني النوم ومشي وأكل لم يكن يحتسب فيها شيئا، والفراغ الذي لا فائدة منه ولا عمل فيه. هذا الفراغ سيقتل الإنسان، سيحرقه، سيقلقه، سيزعجه جدا. ليت هذا الفراغ كان خيرا، لأنه كان سيكون في ميزان الحسنات. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنت أمام حسنات وسيئات وفراغ. الفراغ هذا كان يمكن أن يؤيد حسناتك، يكون حسنات ويدخل في الميزان. هذا الذي كان يفهمه الحذاق. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لأنه ما دام هو مستيقظ فهو إما في عبادة أو في علم أو في عمل أو في دعوة إلى الله عز وجل أو في أمر معروف ونهي عن المنكر أو في إصلاح ذات البين أو في طلب رزقه ومعيشته، الوقت لا يضيع عليه. فإذا جاء وقت النوم ينام وهو مرهق من تعب العمل في النهار، فهو ينام من أجل أن يتقوى على الطاعة إذا قام، فيكون نومته فيها أجر. أحيانا أن تخرج تمارس الرياضة مع إخوانك وعندك نية أنك تمارس الرياضة من أجل أن تتقوى على طاعة الله، أن يتهيأ بدنك لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وصاحبك يخرج من أجل أن يلعب بس، هذا يريد أن يلعب، فأنت كل حركاتك فيها أجر، وهو لا ينال منها شيئا، لا ينال أجر أصلا على ذلك. فأنت تذهب إلى المسجد تريد أن تصلي، وستلقى إخوانك تسلم عليهم، وتريد أن تعتكف مدة بقائك فيه، فأنت مأجور على كل هذه النيات، بينما آخر رايح يصلي بس عنده أجر نية الصلاة فقط. هذا الذي يعني نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرس فليفعل.
كل حال. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه حياته، كان لا يتوقف عن بذل المعروف والخير في كل لحظات حياته مهما كانت الصعوبات والمشاكل. شوفوا لما مر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. مضى عليه الصلاة والسلام في طريقه فقيل لها إنه رسول الله، فذهبت إليه تعتذر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أكمل الدرس الذي كان سيعطيها عند القبر ومنعته، كمل قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كمل لها الدرس. نعم. حتى لا يضيع، يعني ما قال خلاص زعل منها وخلاص وليش أنت اللي فاتك القطار، ما قال لك يعني ما تسمعي لي. نعم. عند الموت هو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. عند الموت ما في شيء اسمه وقت ضايع، لا ضايع عند المسلم، إنما يستغل كل وقته ما استطاع فيما ينفع به نفسه في الدنيا والآخرة. أنت تنظر ما الذي ينفعك فتحرص عليه أشد الحرص، ثم تنظر في الأسباب التي توصلك إلى ما ينفعك، سواء ينفعك للدين أو للدنيا. أهم شيء أنه حتى الذي ينفعك للدنيا ما يضر بدينك، هذا أهم شيء. والذي ينفعك لدنياك الأصل أنه تخدم به دينك فيما بعد من أجل أن يصبح لك فيه أجر. كذلك لا نكون ماديين في حياتنا، أن يسعى الإنسان وراء رزقه، أن يدرس، أن يتخرج، أن يبحث عن وظيفة، هذا كله مطلوب، لكن لابد أن يكون الهدف الأكبر هو رضوان الله عز وجل. لأن الإنسان إذا مات سيعلم أن كل ما بذله من أجل الدنيا ولأجل الدنيا أنه كان هدفا حقيرا لا يستحق أن يبذل من أجله، لكن الذي يستحق أن يبذل من أجله هو الله عز وجل، أن يصرف الوقت له سبحانه وتعالى. فتحرص على وقتك أشد الحرص، ولا تستهن بالدقيقة. شوفوا، الذي يستهن بالدقيقة تفوته 5 دقائق والعشر والساعة تفوته. الحريص على اللحظة يعني يبارك الله عز وجل له في وقته. وأنت تلاحظ مثلا تقول وأنت تقرأ قلت خلنا نشوف إيش في الواتس من رسائل. الواتس أرسل لك واحد رابط فيسبوك، رحت للفيسبوك شفت المقطع، رفعت شوي شفت مقطع ثاني، أحببت أن تعلق علقت عليه، علقوا عليك علقت عليه، علقوا عليك. بعدين قلت أعوذ بالله من الشيطان، رجعت وشفت على الواتس إلا أحالك على تويتر، رحت لتويتر ومشيت معاه شوي، أحالك على الانستغرام. والمهم أنت لازم يكون عندك كل البرامج هذه وإلا ستنقض الأرض وتتهدم إن لم يكن عندك هذه البرامج كلها. وطب إيش استفدت شتات، الذي استفدته شتات في الذهن في الفكر، ما في فائدة في الأخير، ما في فائدة. وأحثكم أظن قد قرأتم كتاب الماجريات لإبراهيم السكران فرج الله عنه، مهم قراءة هذا الكتاب. وهو ذكر هذا الموضوع بتركيز، ثم ذكر 5 نماذج من أشخاص كانوا غير منشغلين بما يجري حولهم كثيرا، ومع ذلك كان لهم تأثير كبير جدا على مجتمعاتهم، أو كانت لهم مؤلفات أثرت على ناس مؤثرين. نعم، ذكر 5 نماذج رائعة جدا. فهذا الأمر الأول، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحثك على ألا يفوتك شيء من الوقت، لأن الوقت هو الحياة، وكل لحظة تفوت منك ستندم عليها. قال الحسن البصري رحمه الله: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج بن يوسف على منبر البصرة يقول: إن عبدا ضيع ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول حسرته إلى يوم القيامة. يعني على الساعة يظل يتحسر إلى يوم القيامة، ما كانوا يضيعون شيئا. قال الحسن أيضا رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره من أحدكم على درهمه. شحيح على عمره أشد من شحتك وبخلك على درهمك. الأمر الثاني مثل ما قال أستاذنا، أن تبذل المعروف حتى لو لم تجد ثمرته الآن، لأن بذلك المعروف هذا ستجد ثمرته من رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الودية التي تغرسها، كل ما أكل منها من إنسان أو طير أو وحش هو في ميزان حسناتك، بل جمالها إذا ظهرت وانشرحت صدور الناس حين يرونها أيضا توضع في ميزان حسناتك إذا كنت قد وضعتها وعندك هذه النية. عرفت؟ فأنت أبذل المعروف قدر ما تستطيع ولا تنتظر. إن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان.
ليس معه أحد. هل قصر في دعوته؟ لم يقصر. أكيد أنه أفضل أهل زمانه في الأسلوب وفي الدعوة إلى الله عز وجل، لكن خلاص لم يقدر أن يكون معه أحد، إنما هو يأتي إلى الله عز وجل بوجه أبيض، لأنه قد بذل ما بوسعه. فأنت لا تبذل المعروف أن تنتظر، حتى كلمة شكرا لا تنتظرها، لأن كلمة شكرا تنقص من أجرك قليلا. صحيح أنها قد لا تفسد الأجر، إنما انتظارها قد يسبب لك إشكال، قد يؤثر في نيتك. عرفت؟ لا تنتظر. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. مو سقى لهما منتظر. قولوا شكرا، قولوا ما قصرت. لا، سقى ثم تولى إلى الظل فقال ربي لا يسأل الناس ولا يريد منهم شيئا، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءه الخير من الله سبحانه وتعالى. نعم. ففكر في هذا كثيرا. والشيء الأعظم من ذلك أن تفعل المعروف ثم تجد من الناس نكرانا للمعروف الذي فعلته وإيذاء. هذا الإيذاء والنكران أحيانا يكون لصالحك، هو مزعج لكنه يخلصك لله تماما. ما الذي بذله الإمام البخاري رحمة الله عليه في سبيل الله عز وجل؟ بذلا عظيما جدا، لو لم يكن إلا أنه أخرج لنا صحيح، فضلا عن التاريخ والأدب المفرد وبر الوالد وغيرها من الكتب الكثيرة التي ألفها البخاري وانتفع بها الناس كثيرا. البخاري إمام عظيم جدا، لا يزال الناس ينتفعون منه إلى اليوم، ولا يزال أعداء الله يعني حانقين عليه إلى اليوم. كيف مات في الشارع، مات وهو متهم بالكفر ومات في الشارع في ليلة عيد الفطر رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كم بذل من أجل إصلاح عقائد الناس وعباداتهم ومناهجهم، وتعب في ذلك تعبا كثيرا، ودخل السجن مرات كثيرة، وآخرها مات في السجن شيخ الإسلام ابن تيمية. ووصلوا إلى درجة أن من ينقل عن ابن تيمية يعني يسجن ويعذب لهذه الدرجة. لما؟ يخلصه الله عز وجل له. فهو مو دائما لما تفعل الخير لا تلقى الشر، لا، لكن قصدي أنه قد تبذل المعروف ولا ترى من الناس جزاء. أحسن شيء وأريح شيء لبالك أن تبذل المعروف وأنت تنتظر الثواب من الله فقط، من الله وحده، لأنه هو الذي يرفعك وهو الذي يضعك، هو الذي يضحكك ويبكيك وهو الذي يرفعك ويضعك سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني بعد الحرص على الوقت، بذل المعروف وإن لم تجد ثمرته، ولا تنتظر من الناس تلك الثمرة، إنما انتظرها من الله سبحانه وتعالى، سواء أعطاكها في الدنيا أو يعطيكها في الآخرة. الأمر الثالث التفاؤل وعدم اليأس مهما كانت الظروف صعبة، لأن الإنسان اليائس يتوقف عن الحركة والعمل، والإنسان المتفائل لا يتوقف أبدا حتى تخرج روحه، ما يتوقف. فهذا الساعة قامت، الدجال جاء وأنت مستمر في العمل من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. لا يتوقف الإنسان أبدا مهما كان الظلام مشتدا، فإن الفجر يأتي بعده. طيب يقول لك الآن الفجر منتظرينه 20 سنة 30 سنة 50 سنة، مو بكيفك عن الموضوع أنه يأتي الفجر بسرعة. متى ما أذن الله عز وجل جاء. لكن أنا أبذل وأنا متفائل، والنصر قادم بإذن الله عز وجل، والفرج يأتي من الله سبحانه وتعالى، فأنا مستمر بهذا النفس وبهذا الروح. كيف استطاع نوح عليه الصلاة والسلام أن يصبر 950 سنة يا جماعة؟ 950 سنة. طيب احنا الآن 1445 الهجرة، قبل 950 سنة كانت سنة كم تقريبا؟ 1445 سنة 500 للهجرة، سنة 500 للهجرة، أيام أيوة قبل أيام السلاجقة وأيام ضعف الدولة العباسية، يعني 500 سنة 500 للهجرة جاء نوح مثلا عليه السلام ومات هذه السنة. تخيل يمر بعصور وقرون، وناس يموتوا وناس يحيون وناس يعيشوا وناس يرجعون، وهو مستمر لا يتوقف. إيش قصة نوح عليه السلام؟ ما عنده يأس، متفائل إلى آخر درجة، ولم يتوقف. متى توقف؟ حين قال له الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال خلاص، إيش المطلوب؟ قال اصنع الفلك. بدأ يصنع الفلك
قاموا يسخروا منهم، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. يعني ما الذي أمره الله يعمله. 950 سنة يا جماعة، 950 سنة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغرسها، أو حتى لا يقوم حتى يغرسها فليفعل، يعني أنه لا تتوقف عن العمل إلى آخر لحظة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. ما أدري هل الفارابي أو غيره الذي سأل عن مسألة الجدة الفاسدة في المواريث، فقال أحدهم أنت في هذه الحال كان عند الموت، قال أن أموت أنا عالم بها خير من أن أموت أنا جاهل بها، فعلمه إياها أو ذكرها له. فانصرف الرجل لم يصل الباب إلا والصائح، الناس يصيحوا داخل البيت أنه مات الفارابي أو غيره، نسيت منهم. كانوا لا يتركون يعني حتى آخر لحظة من حياتهم وهم يبذلون من أجل الله سبحانه وتعالى. فنحن نستفيد طبعا فوائد كثيرة جدا، لكن من أعظم الفوائد في هذا الحديث المبارك العظيم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشا. وأخذنا منه أن الإنسان يعتني بوقته لا يفرط في أي لحظة منه، وأن الإنسان يبذل المعروف حتى لو لم يجد ثمرته، وأن الإنسان ثالثا يتفاءل ويترك اليأس تماما مهما كانت الظروف صعبة في حياته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ذلك وأن يغفر لنا ويتوب علينا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله. إياك إن شاء الله. قد يكون كثرة الأتباع علامة على قبول الله له، لكن قلة الأتباع ليست علامة على أن الله لم يقبله. كثرة الأتباع قد تكون علامة على القبول إن كان هو إنسان متجه يعني ماشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثير من المنحرفين لهم أتباع كثير. صح، كثير من المنحرفين لهم أتباع كثير. الناس يتبعون كل ناعق، ويستطيع إنسان أن يدعي النبوة فيجد من يستمع إليه. فهي قد يكون هذا علامة قبول، لكن ليس الذي لم يلتف حوله أتباع أن الله لم يقبله، لا. لكنها أرزاق من الله عز وجل، قسمها لهذا كذا ولهذا كذا، أرزاق. تفضل. شيخنا كيف نوازن بين يعني صدمات الحياة باستمرار اللي تؤدي إلى إسلام، تمام، وبين التفاؤل بالحياة، كيف تحصل الموازنة؟ الموازنة تحصل إذا كان القلب قويا. لما يكون القلب ضعيف مصائب الحياة تضعف الإنسان أكثر ويطيح. إذا كان قلبه قويا فإنه لا تضره فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دامت السماوات والأرض. يعني قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. المعصية والذنب والفتن التي يتقبلها القلب تنكت فيه نكات سود فتضعفه، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. كل فتنة، كل معصية، كل شر أنت ترده وتحافظ على قلبك وعلى إيمانك، هذا يقوي القلب حتى تعود القلوب، تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا. أبيض يعني في نوره، مثل الصفا في قوته، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهو الإنسان كلما قويت قلبك بكثرة الطاعة والبعد عن المعصية كنت قادر على مواجهة هذه الأشياء، الفتن والمصائب. كلما ضعف إيماننا لا شك أنه تلتهمنا هذه الفتن ونسقط فيها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. قررنا أن الإنسان دعوته غير مطالب بالنتيجة، كيف الداعي يقيم نفسه، يقيم مسيرته الدعوية؟ يقيم نفسه هل هو موافق لشرع الله أو مخالف شرع الله، هذا التقييم. أقصد يعني من ناحية إدارية أو من ناحية مسؤوليته، يعني هل هي مثلا تأكلها أو ما تأكلها من ناحية الوسائل. أقصد يعني هو مثلا يحرص أن يأتي بوسائل يعني تجذب الناس قدر الإمكان، أو يعني تأتي بنتيجة قدر الإمكان، ولا ما يلزم.
إيه نعم طبعا لازم يبذل الأسباب من أجل أن يصل إليهم. كيف قال نوح عليه السلام ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا؟ يبذل الوسائل كلها المتاحة ويستمع للنصيحة. الإنسان الذي لا يستمع للنصيحة لا يستطيع أن يقيم نفسه، وأحسن تقييم أن تسمعه من الناس. وعاد له خصم حاسد قد تسمع منه كلمة صحيحة فيك فتستفيد منها، فأنت تقيم نفسك من خلال هذه الطرق يعني. فإذا رأيت طريقا ليس ناجحا في التأثير أو ربما أثره سلبي فخلاص غيره إلى طريق آخر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم